السلام عليكم بنات، نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير ونتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. وصفتنا اليوم الى عندك القرعه الخضراء في الدار، حضري مقبله او وجبه عشاء سهله سريعه وصحيه وفي نفس الوقت اللي كتجي لذيذه بزاف، غتعجب الوليدات الصغار. غير بالقرعه الخضراء كتوجدي وجبه سريعه كما قلت لكم ولذيذه. نخليكم ان شاء الله مع المقادير ومع طريقه التحضير، وما تنسوش البنات بارطاجيو الفيديو وتخليو لي الاراء ديالكم. واذا كنتي اول مره تزور القناه مرحبا بك معنا، ونبداو ان شاء الله في طريقه التحضير. هنايا عندي واحد 5 الحبات ديال عفوا 4 الحبات ديال القرعه. غادي نحاول نقسمهم ناصين يعني على جوج، وبالنسبه لهادو عندي انا شويه طوال، هذاك الشيء علاش نقصتهم. ودائما الا كنا بغينا نعمروا مثلا 4 الحبات غادي نزيدوا حبه زايده باش تجينا الحشوه ديال القرعه من الداخل كثيره. انا هنايا دوك الاطراف اللي قطعتهم باش غادي نعمر هاد القرعه، وكما كتشوفوا معايا تنحاول نحيد لي هذيك اللب ديالها الدخلاني، وتنخلي واحد من الجوانب واحد 5 ملم باش ما تخرجش ليا الحشوه. وغادي نستمر كما كتشوفوا بنفس الكيفيه حتى نخوي كاع القرعه اللي عندي بنفس الطريقه، غير بالمعلقه راه كتجي سهله. غير بالنسبه لهاد الوصفه هذه كنحتاجوا القرعه اللي كتكون كبيره شويه. هذيك القرعه الصغيره واخا هكاك ما كتجيش فيها مع تكون صغيره بزاف ما تجيش عاطيه المنظر. هاد الكبيره ولا ديك الاخرى اللي كتكون مدوره كتجي معمره رائعه. كما كتشوفوا هنايا استفتهم في اللاطه اللي غندخلها للفران، رشيتها بواحد شويه ديال زيت الزيتون وحطيت فيها القرعه، ما درت لا ملحه لا حتى حاجه. وهنايا هذاك اللب ديال القرعه كما كتشوفوا تنحكو، ضروري دوزي في الحكاكه ولا ديريه في الروبو. انتي العمليه اللي جاتك سهله ديريها. وكما قلت لكم انايا القرعه هنايا كانت عندي يعني كبيره بزاف طويله، هذاك الشيء علاش نقصت منها في الطول. في حاله نتوما الا كانت عندكم القرعه متوسطه ديروا الكميه اللي غادي تعمروا، ودائما زيدوا واحد الحبات حتى لجوج حبات ديال القرعه باش تجيكم الحشوه كثيره. انايا هي هذوك الاطراف اللي نقصت هما اللي غادي نعمر بهم. وكما كتشوفوا هاني غادي نزيد هاد الاطراف هادو، غادي نحكم حتى هما في الحكاكه. ودائما الحكاكه اللي تكون يعني السنينات ديالها متوسطين ما تكونوش غلاط. كما كتشوفوا معايا غادي نستمر حتى نكمل كاع القطع اللي عندي، وغادي ندوزو دروكا باش نكملوا العمليه ديال التحضير. غادي ندير هنا واحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف القليل من الثومه بودر، هنا اختياريه ممكن ديريها ممكن تستغني عليها. وغادي ندير هنايا شويه ديال الزعتر، ممكن حتى هو تستغني عليه، غير هو كيجي عاطي المنظر في القرعه. وندير شويه ديال اليازير ما كثرتوش. وغادي ندير هنايا الفرماج على حسب الرغبه وعلى حسب المتوفر عندك، باش ما كثرتي الفرماج باش ما كتجي مزيانه. وغادي ندير واحد البيضه، وممكن تزيدوا 2 فرماجات حتى ل3، يعني الفرماج مثلث ولا الجبن اللي كان متوفر ديريه. انا غير ما كانش متوفر عندي الفرماج، هذاك الشيء علاش ما درتش هذاك الفرماج مثلث، درتي اكتفيتي بالموتزاريلا. وهنايا غادي نشد القرعه وغادي نبدا نعمر بها، نعمر فيها بهاد الحشوه. وغادي ندخلها للفران على درجه الحراره 200 درجه، ما تحتاج انكم تغطيوها، راه دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف. ومنين غادي نخرجوها غادي نزينوها بالقليل من الفرماج من الفوق، اختياري. وكما كتشوفوا راه سهله وسريعه في التحضير وكتجي لذيذه بزاف البنات، تجي رائعه. وكما قلت لكم الا كان عندكم الفرماج مثلث غير ديروه، راه تيزيد تعطيها واحد المذاق اخر. وهنايا غندخلها الفران، وهذا هو الشكل ديالها من بعد ما خرجتها. كما كتشوفوا تجي رائعه، تجي هذيك الحشوه عاطيه واحد المذاق رائع. وغادي نقسم عليكم باش تشوفوها، تجي معلكه من الداخل. هذاك الفرماج تيعطي فيها واحد التعليكه، وكونوا متاكدين غادي تعجب الوليدات الصغار. كما كتشوفوا هنا راه طايبه كما كتشوفوا معايا. جربوها بعينيكم مغمضين وغتعجب لكم الوليدات.
ونتمنى ان شاء الله تكون الوصفه تاع اليوم نالت الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر مع وصفات اخرين. وما تنساوش البنات بارطاجيو الفيديو وتخليو لي الاراء ديالكم. مع السلامه.